بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعي قناة سيدة المنزل مع أمل، أهلا ومرحبا بكم. في الفيديو السابق أحبائي كنت شاركت معكم كيفية تلبيس حبة البربوشة أو حبة الكسكسي باش نحولوها نديروها حبات أو سفة أو نديروها بمفور كما تحبوا. هذه المرة جبت لكم طبق تقليدي رائع يخص أهل منطقة سوف، والوصفة هذه حصرية تخص أهل المنطقة اللي هي سفة النفسة. أول حاجة راح نقوم بها هي نشمخ الحبوب اللي عندنا. الفول عندي مشمخ في راني كونجليته، والحمص كذلك هنا راهو عندي مشمخ وطايب في نفس الوقت. تقدروا تشمخوه ليلة من قبل ومن بعد تفوروه. الفول هنا عندي مشمخ، كنت محضراته يعني لرمضان للطبخ. نحيت منه شوية، درته في شوية ماء وقشرته. نحيت له هكا الرشيم ونظفته من يعني الأماكن تاع الحشرات الكتفية، ونزيد نغسله مليح. يعني نقي بهذا الطريقة. سفة النفس تعتمد على الحبوب وعلى الحلبة وعلى الخضار، يعني كيما ما نديروا السفة العادية. وزيت الزيتون والضرور كنت خدمت به فيديو معكم من قبل. باش تنجح معاكم سفة النفسة لازم تكون الحبوب يعني طايبة مليح وذايبة، لأنه لما تكون صلبة قاسية يعني خلاص راح ينتزع الطبق كامل، ما راحش ينجح. طبخت كمية من الحلبة، وكذلك شمخت شوية عدس في ماء دافئ لمدة نصف ساعة، يعني ما يحتاج انكم تشمخوه من الليل العدس. وكنت صفيت العدس والحلبة. حلبة راهي طايبة عندي، الحمص كذلك راهو طايب عندي. أنا هنا فقط راح نفور الفول والعدس، هم اللي مهمش طيبين عندي، أو الضرور أو الأعشاب تاع النافسة اللي نحضروا لها نديروا لها في أكلها. المهم لازم تكون عندي هذه الأعشاب الرئيسية اللي باش نستخدمها في هذا الطبق التقليدي الرائع والمميز. هو طبق مغذي جدا ويستحق التجربة. انا جبت كسكاس وحطيت الماء يطبخ في القدر، وحطيت الفول والعدس يفوروا مليح عندي. حضرت الخضرة العادية للسفة، البصلة، الثوم، شوية من الزرودية او الجزر، البطاطا وفلفل الطماطم. بعد ما فور عندي هيك الكسكسي، ننصحكم بمتابعة الفيديو اللي حورت فيه السفة هذاك، لانه راهو تكملة الفيديو الحبات اللي كسكست فيه حبة البربوش. فور عندي هنا نصف ساعة. ديما الكسكسي الني نفوروه نصف ساعة أولا، تفويرة الأولى. باش نبدأ حضرت الخضار اللي عندي، حطيت الزرودية على فكرة والبطاطا قطعتهم مكعبات، كذلك حطيتهم يطيبوا على البخار هم كذلك. كيما حطيت الحبوب، كيما قلت لكم الحمص والحلبة راهم عندي طيبين. بعد ما نحل حبة الكسكسي والبربوشة، حطيت هنا، جبت المهراس أو الهون، حطيت فيه باش ندير فيه درسة السفة راكم تعرفوها. ثوم وملح شوية من راس الحانوت، واللي ما عندش راس الحانوت السفة يخرج عليها الكروية. حبات من الفلفل الأحمر الشايح هنا مزودتش لأنها طلبية للنافسة، مش لازم تكون حارة سفة النافسة. ونبدأ نفوح السفة اللي عندي. قطعت لها الفلفل والطماطم، كل الحوايج هتكون مقطعة. شفتوني كيفاش هرست الثوم والراس الحانوت والملح. راسين البصلة قطعتهم بهذا الشكل يكونوا خشين شوية. حطيت ملعقة بابريكا حلوة، ملعقة كركم، ونصف ملعقة راس الحانوت اللي كنت درت في المهراس، ومغرفتين كبار من الطماطم. التزموا بكيفية أو بالطريقة، ما تلتزموش بالكميات. هنا راهو عندي 500 من الكسكسي الخشن، كنت لبسته بالسميد، يعني راهو الضعف هنا يصبح عندي حوالي كيلو من الكسكسي. ودرت له شوية من الزيت، وتشوفوا له الملح إذا كان ناقص تزيدوه، وتخلطوه مليح بالمكونات وتحطوه يفور للمرة الثانية على الأقل ربع ساعة باش تطيب الخضار اللي فيه. وصلنا للمرحلة الأخيرة تاع إعداد السفة هنا، ونطابوا عندي الحبوب ذايبين، وانطابت عندي الكسكسي اللي كنت فوحته وحطيته يطيب على البخار، وطابت عندي الخضرة.
هنا راح نضيف كمية كبيرة من زيت الزيتون، اللي يحب زيت الزيتون يزيد يضيف لها كمية من زيت المائدة، لكن زفة النفسة لازمها زيت الزيتون ولازمها الضرور يعني، أو هذيك الأعشاب الخلطة اللي نستخدموها للنافسة. واللي مش عارف الضرورة راهو عندي فيديو مخدوم يعني بالتفصيل، تقدروا تتعرفوا على هذه الأعشاب، راهي مليحة للبرد للهواء للغازات لكل شيء، وكذلك تزيد طعم رائع لهذه الأكلة التقليدية الرائعة. نتمنى هنا تكونوا استفدتوا، كنتمنى تكونوا فهمتوها هذا الوصفة، وما نقدرش نحكيكم على الطعم حتى تجربوها، راهي فيها واحد الطعم رائع رائع جدا، وسفة مغذية كما تشوفوا. اللي يحب يضيف لها كذلك كمية من قطع من اللحم مكعبات يطيبوه يقليه ويضيفها لها باش تكون مغذية أكثر وأكثر. أنا حاطيت لكم الوصفة كما راهي على أصولها، جت تشهي في الحقيقة، جت روعة. هكا نخليكم ونقولكم إن شاء الله نتلاقوا في وصفة وأفكار جديدة من أفكار سيدة المنزل. ما تنسوش تترحموا لي على والدية، وما تنسوش الاشتراك للي يعجبوا المحتوى، وإلى اللقاء.